من المتعارف عليه في رمضان انكم تلاقوا كل البيوت بتحضر المخللات البيتي من قبلها بوقت يمكن شهر، وتلاقوا كل محلات المخللات وخاصة في السيدة زينب والحسين، وننزل نجيبهم مخصوص الترشي البلدي بتاعهم. مشهور جدا رمضان بالترشي البلدي أو المخللات لحبايبنا اللي بره مصر. واعتقد برضو بره مصر نفس الحكايه، لاني لما بشوف الفيديوهات بشوف ان هم بيهتموا جدا بالمخللات على سفره رمضان وعزايم رمضان. ده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، انكم تعرفوا انه مرضى الضغط طبعا وخاصه الضغط العالي لازم ياخدوا بالهم من كميه المخللات لانها املاح اللي بياخدوها، ومرضى الضغط الواطي اللي انا منهم ياخدوا بالهم، لانه الضغط في رمضان نتيجة الصيام لفترات طويلة، نتيجة التعب والستريس والناس اللي بتشتغل والناس اللي بتدرس والناس اللي بتحضر و بيعمل تذبذب في الضغط. يعني أنا مثلا متعودة إن ضغطي واطي، ومتعودة إن أول 3 أيام من رمضان بكون مصدعة جدا وضغطي واطي جدا، فقعدت آخد في دواء الضغط المعتاد بتاعي، وبعدين حسيت إن أنا مش بتحسن، ولما قست الضغط لقيته عالي جدا. فالمقصود يعني من التجربة البسيطة دي انكم تخلوا بالكم من ضغطكم، تخلوا بالكم من المخللات اللي بتاكلوها، وتخلوا بالكم انكم لازم تقيسوا الضغط.